الغراب فيه ذكاء، إحنا لسه بنحاول نفهمه. تخيل كده وانت ماشي في شارعك عادي، فجأة تلاقي غراب نازل خبط فيك. انت ما تعرفوش، بس هو عارفك كويس قوي. والأغرب إنه حافظ ملامح وشك من سنين. ومش بس كده، ده راح حكى لعيلته وجيرانه إنك شخص مش تمام ولازم ياخدوا بالهم منك. يا أهلا بيك في عقل فضولي. النهاردة هنغير فكرتك خالص عن طائر إحنا ظالمينه معانا وواخدين عنه فكرة النحس وبس. الغراب مش مجرد طائر اسود بنشوفه كل يوم، ده كائن ذكائه بينافس ذكاء طفل صغير وعنده قدرة على التخطيط للمستقبل هتبهرك. جاهز تعرف عبقرية الغراب؟ يلا بينا. الجزء الأول، الذاكرة. في جامعة واشنطن العلماء عملوا تجربة مجنونة شوية. لبسوا ماسكات معينة وهم بيتعاملوا مع الغربان بطريقة تضايقهم عشان الغراب يعلم عليهم. وبعد 5 سنين كاملة العلماء دول رجعوا نفس المكان بنفس الماسكات من غير ما يعملوا حاجة. تفتكروا الغربان نسيت؟ ولا الهوى. بمجرد ما شافوا الوشوش دي الغربان قلبت الدنيا وصوتت وبدأت تهجم هجوم جماعي. والمفاجأة الأكبر إن الغربان الصغيرة اللي ما كانتش موجودة وقت التجربة أصلاً شاركت في الهجوم، لأن الكبار نقلوا الخبر وحذروا الجيل الجديد من الوشوش دي. الغراب عنده مخ كبير بالنسبة لحجم جسمه، وده بيخليه بروفيسور في تمييز الصديق من العدو. لو فاكر إن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي بيخترع أدوات تبقى غلطان. في نوع اسمه غراب كاليدونيا الجديدة، ده بقى مهندس بالفطرة، بيجيب غصون الشجر أو حتى حتة سلك ويتنيها بمنقاره عشان يعمل صنارة يطلع بيها الدود من الشقوق الضيقة. وعارفين قصة الغراب والعطش اللي كنا بناخدها في المدرسة؟ طلعت حقيقة مش مجرد حدوتة. العلماء حطوا الغراب أنبوبة فيها مية شوية صغيرين وفوقيهم حتة لحمة. الغراب قعد يرمي زلط جوه الأنبوبة عشان يعلي منسوب المية لحد ما الأكل وصل لعنده. هو فاهم فيزياء أحسن من ناس كتير بنعرفهم. الغراب مش بيعيش يومه بيومه، ده بيخطط لبكرة، بيخزن أكله في آلاف الأماكن وبيفتكرها كلها بالظبط. بس الصايع بقى في الخباثة بتاعته. لو حس إن في غراب تاني بيراقبه وهو بيخبي أكله، بيعمل نفسه بيدفن الأكل في مكان، وأول ما التاني يمشي يروح نقله بسرعة لمكان سري حقيقي. العلماء بيسموا ده نظرية العقل، يعني الغراب فاهم إن اللي قدامه بيفكر في إيه وبيحاول يخدعه. دي قدرة عقلية جبارة مش موجودة عند أي طائر تاني. بعد اللي سمعته ده، لسه شايف الغراب مجرد طائر عادي؟ الغراب كائن بيحلل ويخطط وبيتكلم لغة معقدة إحنا لسه بنحاول نفهمها. لو عجبك الفيديو قول لنا في الكومنتات، هل حصل لك موقف مع غراب قبل كده وحسيت فعلا إنه ذكي؟ وما تنساش تشترك في عقل فضولي وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.